يا صباح أو مساء الفل عزيزي بطل 5 ابتدائي. معاك أستاذة رضوى يوسف معلمة اللغة العربية على منصة الخطة. مبروك عليك بداية ترم جديد، يا رب يبقى ترم مليء بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله هيكون أكيد سهل معايا في العربي. طيب أول حاجة، بما إنك يعني سواء كنت مشترك قبل كده وعارف نظامنا أو لسه جديد وعايز تعرف النظام هيمشي إزاي، فالحصة عندك أحب أعرفك إن نظامها إنها متقسمة ل4 أجزاء. الجزء الأول بيكون الشرح، وده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنشرح فيه القاعدة أو النص وهنحل عليه كمان. بعد كده هنروح لأهم الأفكار، هنحل بشكل أكتر على النصوص المتحررة أو هنحل على القاعدة بشكل أكبر لو إحنا بنتكلم عن النحو. طيب بس كده؟ لا، الشرح وأهم الأفكار عليا والواجب والامتحان عليك. هيكون في واجب تطبق عليه عشان تتأكد إنك فاهم الدرس صح. طيب يا ميس بعد ما حليت خلاص كده هحل وخلاص؟ لا، هتحل وأنا هصحح لك، وهتلاقي تحت كل سؤال التفسير بتاعه. طيب خلصت الواجب وعرفت الاخطاء بتاعتك وانا عارفه انك شطور ومش تغلط خالص، مش هنقف عند هنا، هتلاقي كمان امتحان هتحل عليه على القاعده كامله او الحصه كامله بقى كلها على بعضها، عشان كده اتاكد وانت بتشوف الحصه انك تشوف كل جزء من اجزائها. طيب بعد ما الامتحان يخلص خلاص كده يا ميس هسلمه وخلاص؟ لا، بعد ما تخلص الامتحان هتلاقي برده ان الامتحان بيتصحح ويظهر لك تفسير لكل اجابه، ليه قلنا ان هي صح وليه قلنا ان هي غلط وهي كانت غلط. طيب اول حاجه هنبدا بيها النهارده هي ايه؟ هنبدا بنص من نصوص الاستماع. هو ايه نظام النصوص عندك اصلا في السنه دي؟ السنه دي عندك النصوص متقسمه لانواع. اول نوع هو نص الاستماع. النص ده انت هتسمع القطعه بس مش هتشوفها، يعني اخر السنه هتلاقي الاسئله قدامك في الورقه بس مش هتلاقي القطعه قدامك. فلازم اللي احنا هنتعلمه دلوقتي مع بعض ازاي انك تسمع المعلومه مره او مرتين وتعرف تحل السؤال من ايه؟ من الذاكره. برافو عليك. تاني نوع من النصوص هو نصوص القراءة. نصوص القراءة دي هي عبارة عن نص عادي معلوماتي، هيجي قدامك القطعة والأسئلة، وده برضه هنتدرب عليه ازاي نطلع معلومة من النص قدامنا. طيب تالت حاجة هو نص التحدث. ده انت بس عايز تقراه كده عشان انا عارفة انك شطور وهتعرف تعملها، انك تعرف تحسن النطق بتاعك، تعرف تنطق بشكل صحيح. طيب هيبدأ بنص ايه؟ نص الاستماع. نص الاستماع الأول عندي هو اسمه سر الحياة. ايه الحاجة اللي انت متصور كده ان كل المخلوقات ما تقدرش تعيش من غيرها؟ يعني السبب الأساسي لوجود الحياة للإنسان والحيوان والنبات. تعال نشوف مع بعض. يبدأ النص بتاعنا إن هو بيقول لنا كان نهر النيل سرا من أسرار الحياة، يعني سببا من أسباب الحياة الأساسية. طيب فين؟ في مصر، صح؟ ليه بقى ان هو كان سر من اسرار الحياه او سبب من اسباب الحياه في مصر؟ لانه كان يسقي المصريين. يسقي يعني يروي، يعني بنشرب منه وبنزرع منه وحياتنا كلها معتمده عليه. ويروي حقولهم، بنزرع بيه، صح؟ ويمنحهم يعني يعطيهم الحياه. احنا لما نيجي نزرع بنعمل ايه؟ بنطلع اكل، الاكل ده بنديه لمين؟ بنديه للحيوانات، فبناكل بروتين وبناكل نباتات فاحنا بنعيش. طيب لولا مياهه، يعني لولا ان النيل موجود ما كانت الارض خصبه. خصبة يعني ايه؟ يعني مليئة بالنباتات اللي احنا بناكل منها وبنأكل كمان الحيوانات منها. ولا كانت الحياة ممكنة. ممكنة عكسها ايه؟ عكسها مستحيلة، يعني لولا وجود المية ما كناش هنقدر نعيش. طيب كان المصريون القدماء كانوا عارفين كويس قوي قيمة النيل. طيب عملوا ايه بقى؟ كانوا بيعدون النيل هدية، كانوا بيعتبروا ان النيل ده هدية كبيرة قوي من ربنا ان هو اداها لهم عشان هم بيعيشوا عليه. طيب وكانوا يحتفلون بفيضانه الذي يأتي كل عام ليغمر الأرض بالمياه العذبة. يعني كانوا كل سنة يحتفلوا لما النيل المياه بتاعته بتزيد والمنسوب بتاعها بيزيد وبيغطي. يعني ايه يغمر؟ يعني يغطي الأرض كلها بالمياه العذبة ولا المالحة؟ المياه المالحة تموت التربة، فبالعكس هم هيتضايقوا لو كانت مياه مالحة، ولكن المياه بتاعته عذبة. عذبة يعني سائغة، يعني ممكن نستخدمها ونشربها عادي جدا أو نسقي بيها النباتات. عكسها ايه؟ عكسها مالحة، والمياه المالحة بالنسبة للنباتات مضرة مش مفيدة. طيب ليه كانوا بيحتفلوا؟ عشان عارفين قيمة النيل. لكن هل تعلمون أن نهر النيل لا يزال بحاجة إلى مساعدتنا اليوم؟ هل أنت عارف أن النيل محتاج منك المساعدة عشان نقدر نحافظ على حياتنا وهو برضه نقدر نحافظ على نظافته؟ طيب ليه بقى؟ لأنه مع مرور الوقت أصبح النيل مهددا بالتلوث من المخلفات. يعني للأسف مع مرور الوقت المصري بدأ يتغير تفكيره عن النيل ومبقاش يحافظ عليه ويحتفل بيه زي زمان، لا بقى في ناس بترمي مخلفات يعني نفايات في النيل. طيب النفايات دي هتخلي ايه؟ هتخلي الميه العذبه الحلوه اللي كنا بنسقي بيها الزرع وبنشرب بيها وبنعمل بيها حياه كامله هتكون ميه ملوثه، ما اقدرش استخدمها، فبالتالي انا خسرت ايه؟ خسرت سبب الحياه اللي موجوده عندي في البلد. طيب التي يلقيها يعني ايه؟ يرميها بعض الناس، المخلفات او النفايات اللي بيرميها الناس في النيل. وهذا يؤثر بشكل سلبي ولا ايجابي؟ يعني لما ارمي في النيل
نفايات، حاجات مضره، هل دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ طبعا وحشه، فهي حاجه سلبيه، وعكسها حاجه ايجابيه. برافو عليك. سلبيه في البيئه وفي حياه كل من يعتمد على النهر، اللي هم مين؟ احنا والحيوانات والنبات. طيب النص ده يهمني فيه انك تعمل ايه؟ انك تحفظه؟ لا ما تحفظوش، انت سمعت المعلومات، عرفت النيل محتاج مساعدتنا ليه؟ عشان هو بيتعرض للتلوث. برافو عليك. ازاي نحمي النيل؟ نحميه بان احنا نبطل نرمي النفايات. طيب زمان المصريين القدماء كانوا بيعتبروا النيل ايه؟ كانوا بيعتبروه هديه. يبقى انت لما تيجي تسمع النص انت بتركز كويس قوي في المعلومات اللي بقولها لك. ايه العنوان الرئيسي لحاجه زي كده؟ يعني انا لما اجي اكلمك عن النيل واقول لك ان النيل ده هديه وليه فوائد وليه منافع، ممكن تحط عنوان الفقره دي ايه؟ ان احنا نقول منافع نهر النيل، او ايه دور نهر النيل في حياتنا، ان احنا قلنا هو ايه؟ سر من اسرار الحياه، سبب من اسباب الحياه. يبقى انت عندك قطعه زي دي، انت هتسمعها مره هتركز كويس قوي والمستر او الميس بيقروها، وبعد كده ايه؟ هتحل اللي قدامك الاسئله، اما ان يكون مفردات اللي هو معاني او مضاد، او ان هو يكون اسئله من ايه؟ من المعلومات اللي كانت موجوده وانت سمعتها. نشوف ونطبق. يلا نشوف ونطبق على طول. اول سؤال هيجي لك مثلا في المعاني، معنى يعدون. لما قلت لك ان المصريين القدماء كانوا يعدون النيل هبه، يعدون يعني ايه؟ يعني يعتبرون، يعني كانوا بيشوفوا النيل ده عباره عن هديه. طيب هل هي يكرهون؟ لا، يكرهون معناها ايه؟ يبغضون. هل هي يحبون؟ لا، يحبون معناها ايه؟ ان هو حابب الحاجه، صح؟ اما يعد شيء يعني يعتبره. طيب يتحدثون؟ لا، يتحدثون يعني يتكلمون، ولكن يعدون يعني ايه؟ معناها يعتبرون. طيب نشوف اللي بعده. مضاد العذبه. قلنا المياه العذبه هي المياه السائغه اللي ممكن نستخدمها ونشربها وكمان نزرع بيها، او الماء النقي. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك مضاد. ما تتلخبطش وتقول لي ان العذبه مضادها النقيه، لا ده معناها. انا ما قلتلكش مرادف، انا قلت مضاد، يعني عايزه عكس الكلمه. يبقى النقيه والسائغه دول ايه؟ دول مرادفات، يعني معاني. اوعى تتلخبط ما بين المضاد والمرادف. طيب هل مضاد العذبه المالحه؟ ايوه بالظبط كده، المالحه اللي احنا كبشر وكنباتات مش هنعرف نستخدمها. طيب القبيحه؟ لا، القبيحه عكس ايه؟ القبيحه عكس الجميله. طيب نشوف اللي بعده. نشوف اللي بعده. جمع نهر ايه؟ لما اقول لك نهر النيل، جمع نهر انهار. برافو عليك. طيب هل هي نهاريات؟ لا، نهاريات جمع نهاريه، ونهارات جمع نهار اللي هو الصبح. ولا شيء ما سبق طبعا غلط، عشان عندي اجابه ايه؟ عندي اجابه صحيحه. نشوف اللي بعده. بيقول لك اعتبر المصريون النيل سرا للحياه. ليه قلنا ان النيل ده هو سر الحياه او سبب من اسباب الحياه؟ هل لانه يسقيهم؟ ايوه هو بيسقيهم فعلا، احنا بنشرب منه. طيب ينفع استعجل واختار اول اجابه على طول؟ لا، اقرا الاجابات كلها وتاكد ان مفيش اجابتين صح، لان ممكن تلاقي اجابه ثالثه بتقول لك ايه؟ الاولى والثانيه، عادي جدا، او كل ما سبق. يسقيهم، دي موجوده معايا. طيب يروي حقولهم، برضو موجوده معايا، احنا بنزرع بيه. هل هو يمنحهم الحياه؟ ايوه فعلا، ما هم لما يشربوا ويزرعوا هيعملوا ايه؟ هيبنوا حياه جديده، فبالتالي برضو يمنحهم الحياه. بدل كلهم ينفعوا، يبقى بختار ايه؟ بختار كل ما سبق. يبقى احنا اتعلمنا دلوقتي نفرق بين المضاد وما بين المرادف او المعنى. وتاني حاجه نتعلمها وناخد بالنا منها قوي في النصوص، هي ان انا ما اقراش اول اجابه واقول خلاص انا كده اكتفيت بالاجابه صحيحه. لا، تقرا الاجابات كلها وتتاكد ان مش كل ما سبق هي الاجابه الصحيحه. نشوف اللي بعده. النيل فيه خطر. جينا في الاخر قلنا خلي بالك النيل بيطلب المساعده مننا. قلنا ليه النيل بيطلب المساعده؟ برافو عليك، عشان في ناس بدات تلقي فيه نفايات او مخلفات هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى تلوثه. طيب يبقى النيل فيه خطر بسبب القاء المخلفات. ايوه دي صح، بس نعمل ايه؟ نقرا كل الاجابات. برافو عليك. زياده عدد المصريين. هو كلمني في القطعه اللي احنا سمعناها دي ان عدد المصريين كبير فالنيل فيه خطر. لا، ما اتكلمش عن عدد المصريين خالص. زياده منسوب المياه، بالعكس ده بيقول لك كانوا المصريين القدماء بيحتفلوا بالفيضان عشان بيعمل ايه؟ بيسقلهم الزرع بتاعهم، فبالتالي منسوب المياه لا، ده مش حاجه من الحاجات اللي بتخلي النيل فيه خطر. قله مصادر المياه ما اتذكرتش خالص في القطعه، فاكيد مش هنختارها، ولكن هو النيل فيه خطر بسبب القاء المخلفات به. نشوف اللي بعده. نيجي بقى للفقره الثانيه. الفقره الثانيه بيقول لي ايه؟ تخيلوا، يعني تصوروا. شغل مخيلتك معايا وهنقول حاجه كده مش واقعيه. لو كان للنيل صوت هيقول ايه؟ لو النيل كان بيتكلم كان هيقول لنا ايه؟ كان هيقول لنا ارجوكم لا تلقوا المخلفات في مياهي، ما ترموش النفايات في الميه بتاعتي، ولا تلوثوني بما يضرني. يضرني يعني يؤذيني، وعكسها ايه؟ عكسها ينفعني. يعني لو كان هيتكلم كان هيطلب منا انه لو سمحتوا ما ترموش اي حاجه مش نظيفه فيا عشان ما تلوثش. طب ليه؟ لان مياهي ثمينه، مياهي غاليه، وعكس غاليه ايه؟ عكسها رخيصه. طيب فحافظوا عليها
كي تظل الحياة ممكنة، وعكس ممكنة قلنا مستحيلة. يعني النيل لو كان هيتكلم كان هيقول حافظوا عليا عشان تحافظوا على حياتكم. طيب إذا استمعنا إلى هذا النداء، يعني سمعنا صوت النيل هو بيتكلم، فسنتمكن من الحفاظ على النيل نظيفا. يعني احنا لو استمعنا هيحصل إيه؟ هنعرف نحافظ على النيل، وبالتالي هنحافظ على حياتنا، وستستمر الحياة في الأراضي المحيطة به لأجيال قادمة. ستستمر يعني إيه؟ يعني ستكمل، وعكسها إيه؟ ستتوقف. يعني إحنا لو سمعنا النداء الحلو ده وبطلنا نرمي حاجات في النيل، فالنيل هيفضل نظيف، هتفضل الأجيال القادمة كلها بتشرب مية نظيفة، هتفضل الحياة مستمرة. طيب ينبغي يعني يجب أن نكون جميعا أصدقاء للنيل. يعني ايه صديق للنيل؟ يعني هحافظ عليه ولا هاذيه؟ انا صديقي بحبه وبديله كل الرعايه، صح؟ فبالتالي لما هكون صديق للنيل انا هحافظ على الميه بتاعته. يمكننا ان نساعد في الحفاظ على نظافته. ازاي بقى؟ طبعا انا بقيت صديق للنيل وعايزه احافظ عليه، هعمل ايه؟ بعدم القاء القمامه في مياهه. مش هرمي اي حاجه مش نظيفه في النيل، سواء بقى ازازه ميه فاضيه، مناديل، اي حاجه، مش هرمي اي حاجه في اي مصدر من مصادر المياه. وترشيد استخدام المياه، يعني توجيه استخدام المياه بشكل صحيح، الاعتدال والتوسط في الاستخدام. ما تسيبش الحنفيه مفتوحه وتسيبها كده وتمشي، صح؟ ما تستهلكش الميه في حاجات ما تهدرهاش، في حاجات مش مفيده، استخدمها بس في الحاجات المفيده. طيب وتوعيه، يعني توجيه وارشاد الاخرين باهميه الحفاظ على شريان الحياه للمصريين. يعني عرف صحابك اللي حواليك لو في حد ما بياخدش باله من اهميه الميه، ان خلي بالك ده شريان الحياه، ده الاساس بتاع حياتنا احنا كمصريين، النيل اللي انت مش محافظ عليه ده. فانت لما توجه الاخرين وترشدهم، انت كده ايه؟ تبقى احد اصدقاء النيل اللي هيحافظ عليه. طيب تذكروا، عايزين بقى نفتكر حاجه مهمه، ان كل قطره ماء لها قيمه. كل نقطه ميه بتقع احنا كده اهدرنا قيمه وثروه. وكل تصرف صغير، وعكس صغير ايه؟ عكس الصغير الكبير من جانبنا يمكن ان يصنع فرقا كبيرا. يعني انت لو قعدت ترشد الميه في بيتك بس، التصرف الصغير ده هيعمل فرق كبير قوي لو كل واحد حس بالمسؤوليه تجاه النيل وحافظ على الميه بتاعته. طيب فحافظوا على نهر النيل، فعندما نعتني به يعني نهتم به هيحصل ايه بقى؟ فاننا نعتني بانفسنا ومستقبلنا. يعني انت لما تحافظ على الميه، انت مش بتحافظ بس على مصدر من مصادر المياه وخلاص، لا انت كمان بتحافظ على نفسك وبتحافظ على الجيل اللي جاي بعدك. بس كده خلصنا الفقره، طلعنا بالمعلومات اللي فيها، وعرفنا ان النيل لو كان بيتكلم كان هيقول ايه؟ كان هيقول ما ترموش نفايات فيا وحافظوا عليا عشان انا مياهي مالها قيمه ولا رخيصه؟ لا قيمه وثمينه. وان احنا لو عملنا تصرف صغير لا ما نستصغرهوش، التصرف الصغير ده ليه تاثير كبير. طيب نشوف بقى ايه الاسئله ممكن تجي لنا ازاي. اول حاجه اتفقنا هيكون ايه؟ هيكون على المرادفات. معنى توعيه، لما اقول لك وعي الاخرين باهميه النيل، يبقى اعمل ايه؟ ارشدهم ووجههم، يعني عرفهم اهميه النيل. هل هي ارشاد؟ ايوه. هنستعجل ونختارها على طول؟ لا، هنقرا الاختيارات كلها الاول. ارشاد وتوجيه الاثنين دول صح. هل هي تجاهل؟ لا طبعا، انا عندي ان انا اوعي الشخص يعني ارشده واوجهه، فاختار الاولى والثانيه. نشوف اللي بعده. مضاد يضرني، النيل قال ما ترموش فيا حاجه تضرني. تضرني يعني تؤذيني، عكسها ايه؟ انا بتكلم على المضاد مش المرادف او المعنى. مضاد يضر، ينفع ويفيد. طيب هل هي يفيدني؟ صح. طيب ينفعني؟ ما هي برضه ينفعني، صح. ينفع اختار واحده منهم؟ لا، لا بختار دي ولا دي، بختار اجابه بتجمعهم هما الاثنين. يؤذيني، اوعى تقع فيها. هنا بيقول لك مرادف ومعنى ولا مضاد؟ بيقول لك مضاد، يبقى يؤذيني ده المعنى، انا مش عايزاها. مضاد يضرني، ينفعني ويفيدني. برافو عليك. نشوف اللي بعده. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية. مياه النيل لا قيمة لها. لا يعني حرف نفي، بيقول لي إن النيل ملوش أي فايدة. يا ريت، ده احنا النص كله بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن أهمية النيل إن هو سبب من أسباب الحياة، فطبعا مياه النيل لا قيمة لها دي إجابة خاطئة. احنا بنتكلم إن إيه؟ لها قيمة كبيرة وإن مياهه ثمينة. برافو عليك. لو كان للنيل صوت لقال، لما جينا نتخيل قلنا ان النيل لو كان ليه صوت هيتكلم يقول ايه؟ هيقول ايه؟ لا تلقوا المخلفات في مياهي. ايوه هيقول كده فعلا. وهيقول ايه تاني؟ لا تلوثوني بما يضرني، برضه هيقول دي. نكمل باقي الاجابات والاختيارات. مياهي ثمينه فحافظوا عليها، برضه هيقول دي. لقيت ان كل اجابات مالها؟ كل اجابات صحيحه، فمش هختار واحده بس ولكن هختار كل ما سبق. يبقى اهم حاجه ركز معايا، مضاد ولا معنى، وتاني حاجه ايه؟ نقرا الاجابات كلها. برافو عليك. إذا استجبنا لنداء النيل فسوف، لو إحنا سمعنا كلام النيل اللي هو مش هنرمي قمامة فيه وهنحافظ عليه وهنخليه نظيف، إيه اللي هيحصل؟ إيه النتيجة اللي هتحصل؟ نحافظ عليه نظيفا، أيوه هيفضل نظيف. هنحافظ على الأجيال القادمة، طبعا المية النظيفة هنسقي بيها وهنشرب بيها، فالأجيال الجاية هتبقى إيه؟ هنحافظ عليها. طيب هتستمر الحياة حوله؟ أكيد المية النظيفة هتسقي حواليها التربة والزرع اللي حواليها، فالحياة هتفضل إيه؟ هتفضل مستمرة. يبقى كل دول إجابات صح، يبقى هنختار إيه؟ برافو عليك، كل ما سبق، مش هنختار حاجة واحدة بس.
وبكده عزيزي الطالب خلصنا اول نص استماع مع بعض. نص الاستماع عرفنا ببساطه شديده ان احنا مش هنشوف القطع، هنعمل ايه؟ هنسمعها. يبقى اخر السنه والمدرس بيقرا لي الورقه هكون مركز في الديسك والارض وكده، ولا هكون مركز في المدرس بيقراه؟ هكون مركز في المدرس يقراه وعيني على الاسئله عشان احلها على طول. طلعنا بمعاني ومفردات كويسه، وعرفنا ان احنا نشغل الذاكره كده بعد فتره الاجازه الطويله، وعرفنا نسترجع المعلومات. لسه حصتنا ما خلصتش، اوعى تروح في اي حته، كمل كل جزء في الحصه قبل ما ندخل في اهم الافكار والواجب. مستنياك في الجزء الثاني من حصتنا.